السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكل متابعي القناة لقطات مختارة. طبعا الخبر النهاردة عن محمد صلاح، اللاعب طبعا العالمي، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، واللاعب طبعا الفرنسي مبابي. طبعا أكد تقرير فرنسي أمس الثلاثاء أن تصريحات النجم المصري محمد صلاح حول ريال مدريد وبرشلونة ستقرب مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من ليفربول. وقال صلاح في تصريحات صحفية: أعتقد أن ريال مدريد وبرشلونة أندية قمة، من يدري ما قد يحدث مستقبلا، وهو ما أثار جدلا واسعا حول مستقبله مع الريدز، خاصة بعد تأكيدات مواطنه والمقرب منه محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية السابق أن صلاح غير سعيد في ليفربول. ووفقا لموقع لتين سبورت الفرنسي، فإن ليفربول على استعداد لبيع صلاح في صيف 2021 قبل موسم واحد فقط من نهاية عقده من أجل تمويل صفقة الفرنسي الشاب كيليان مبابي. ويرتبط مبابي هو الآخر بعقد بسان جيرمان حتى صيف 2022، ويحظى باهتمام كبير من جانب ريال مدريد وليفربول لضمه في الصيف المقبل. المصدر طبعا وكالات الأنباء. طبعا دلوقتي بنقرب خالص كده من انتقال النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف ريال مدريد، وانتقال امبابي إلى ليفربول الإنجليزي. طبعا ده كان خبر لسه امبارح، فأي أخبار جديدة طبعا في خاصة بالنجم محمد صلاح أكيد طبعا هتعرفوها على القناة بتاعتنا، قناة لقطات مختارة. طبعا برجو من كل الناس اللي لسه ما اشتركتش في القناة طبعا دعم للقناة، تشترك في القناة، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك للفيديو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.